بما أن العراق حاليا صارت الوضع بشكل أسوأ والمجتمع العراقي أغلبهم صاروا ملحدين وما يؤمنوا بالإسلام، وكمان المسلسلات العراقية عبارة عن شكاكية ويفضلك برمضان، فهنا أنا راح أعطيكم عن أحسن القنوات العراقية حاليا على يوتيوب، وإنه أغلب هاي القنوات يكون عن محتوى ديني بس بطريقة مفيدة، وكمان عن محتوى توعوية بالمجتمع. وأنا جبت لكم عن أهم 3 قنوات يكون عن محتوى ديني وأعتبرهم من أحسن 3 قنوات عندي في اليوتيوب. فعموما نبدأ على القائمة. أول قناة وهو اسمه قلال بكان، هذا واحد من أهم القنوات العراقية لما يحكي عن المواضيع الأشياء الخطيرة يخطرها بالشباب العراقيين، يعني أشياء مثل أجندات وتخريب المسلسلات العراقية وتخريب صورة الشيعة بشكل مو زين. فالشي خلاني أحب قناته لأن قناته كلش محترمة وتوعوية، وأيضا يتبع النصايح لما يخص هاي الأشياء الخطيرة بالمجتمع، ولازم ينتبهوا على هاي الأشياء المحرمة أكيد، خاصة المسلسلات العراقية اللي كلها عبارة عن كفر والإلحاد والأشياء الوسخة قاعد يصير، وكمان إهانة بالأهل الجنوب. فأحسن مقطع عندي وهو عن التفاصيل كاملة يخص المسلسلات العراقية وبصورة سيئة، فعجبني قناته واعتبره واحدة من أحسن القنوات عندي ويستاهل على هاي القائمة. ثاني قناة وهو حسين سائل، أعتقد هاي نفس الأسلوب والكلام مثل قلال باكن، بس هاي ماله يخص عن البنات والأطفال، وهذا شيء حلو لما يخص عن هذا الموضوع. يعني مثلا البنات أغلبهم غير محجبات، يلبسون ملابس ضيقة وغير محترمة، وكمان يسوون شغلات منحرفة مال تيك توك مما يخليهم بنات ساكتات. أما الأطفال فلا يهتم، كل ما يسوونه هو اللقطات المنحرفة مال تيك توك. بس عموما القناة كلش حلوة، واللي يخليها مختلفة عن القناة الأولى قناة بكان هو اهتمامه بشكل كبير بالدين الإسلامي والشيعة والشغلات الدينية اللي يسويها وبشكل صحيح، أو شغلات يحكيها وبشكل زين. فإذا أنت واحد مسلم شيعي فأنصحك تتابع قناته لما يخص عن التفاصيل دينها الإسلامي والشيعة كمان. هسه نبدأ على قناة الثالثة وهو الشيخ المحمد الجبوري. القناة هاي صراحة مو بس عن المحتوى الديني بل كمان عن المحتوى التعليمي ثقافي توعوي بالمجتمع وبشكل راقي اللي يحكيها. يا أخي كلامه كلش صحيح ومنطقي 100%، وأسلوبه كلش محترم، وأيضا قاعد يشجع على شباب العراقيين لما يسووا موهبة بشكل مو طبيعي اللي يسووها بالسوشيال ميديا. فشي هذا خلاني احترم بقناته، واكيد لازم تتابعوها لان اشوفها واحدة من احسن القنوات حاليا في التاريخ اليوتيوب، واعتبر واحدة من اكثر القنوات المفضلة عندي حاليا اللي اشوفها. وبس هاي كان اهم 3 قنوات على يوتيوب يخص عن المحتوى الديني فقط، على مود تصيروا واعيين بدينكم الاسلامي خصوصا الشيعي، وان تقوي ايمانكم وتتبعون دينكم بشكل صحيح مهما كان ان تسوون شيء صح او غلط، بس اهم شيء تقوي ايمانكم. فهنا ينتهي بهذا المقطع، ومع السلامة.